اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا النهارده بقى هنعمل البقسماط بتاع الافران بطريقه سهله جدا، بطريقه تشكيل برضو سهله جدا. هنقول على كل التكات اللي يطلع معاكي ناجح ومقرمش وبالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. كمان هيبقى موفر معانا كتير جدا. يعني عايزه اقول لكم ان هو دلوقتي حاليا بيتباع في الافران الكيلو ب40 جنيه. احنا هنعمل من نص كيلو دقيق حوالي كيلو ونص من البقسماط الافران. شايفين؟ سامعين القرمشة؟ شايفين الصوت الحلو والقرمشة وشكله يعني بيتكلم كده عن نفسه. من حوالي، انا هقول لكم هيكلفنا حوالي 10 جنيه، وهنحسبهم دلوقتي واحنا شغالين. هنعمل حوالي كيلو ونص من البقسماط اللي هو بيتباع ب40 جنيه، يعني كيلو ونص ب60 جنيه، هيكلفونا احنا 10 جنيه. شايفين شكل البقسماط عامل ازاي؟ بس اتبعي الفيديو للاخر بالخطوات عشان ينجح معاكي، وحط لايك للفيديو، ويلا بينا على طريقة التحضير. معايا هنا نص كيلو من الدقيق اللي هو جميع الأغراض. معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، نص كوباية زيت، كوباية مية دافية للعجن، وهنشوف هيحتاج معانا تاني ولا لأ، وباكو خميرة. في طبق كده غويط حطيت الخميرة وكوباية المية الدافية ومعلقة السكر ونص كوباية الزيت، وهخلطهم مع بعض كده كويس قوي لغاية ما أدوب الخميرة والسكر. بعد كده هنزل عليهم بالدقيق، واللي هو نص كيلو دقيق، يعني حوالي 3 كوبايات ونص كده. وعليهم رشة كده صغيرة او معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم بقى كده الاول بالاسباتيولا عشان ما يلزقش في ايديا، وبعدين هنعجنهم عجنة كويسة. طيب هنحسبهم بقى ازاي كلفونا 10 جنيه. يعني عندي انا جايبه نص كيلو دقيق ب7 جنيه، و3 جنيه سمسم. ادي ال10 جنيه ونص كوباية زيت من عندنا من البيت. هنعمل حوالي كيلو ونص من اللي هو بيتباع الكيلو ب40 جنيه، يعني كيلو ونص ب60 جنيه. بجد فيه وفر كبير قوي، والنتيجة كمان حلوة جدا. يعني اتبع الخطوات اللي انا هقول عليها كلها في الفيديو، هيطلع معاكي ناجح جدا. طبعا انا حطيت هنا كوباية مية دافية في الأول، وجبت معايا ربع كوباية كده على أساس أشوف هيحتاج معايا تاني ولا لأ. بزود منها برضو معلقة كده، معلقة، مش بحط كمية المية كلها مرة واحدة. وطبعا زي ما بقولكوا كل مرة في المعجنات ان نوع الدقيق كل نوع بيختلف عن التاني. يعني انت ممكن تجيبي نوع دقيق ما ياخدش معاكي غير اللي هي كوباية المية بس، فانت هتحطي كوباية المية بس زي ما احنا حطينا. وطبعا تكون دافية دافية شوية كده، يعني حلوين، عشان طبعا الجو برد دلوقتي، عشان تنشط الخميرة معايا حلو قوي. وبعد كده هعجنها كويس قوي. عجينة البقسماط بتكون مظبوطة، مش طرية قوي زي القرص يعني، ولا ناشفة، بتكون لينة شوية كده مظبوط. ومش بتلزق، ما بيكونش فيها تلزيق زي ما انتوا شايفين كده. طبق نضف وايدي نضفت، والعجينة مش بتلزق في ايديا خالص. بلم العجينة بقى كده كويس قوي، وهوريكم دلوقتي شكلها. بتكون بالشكل ده كده، ناعمة كده ولينة شوية كده، مش طرية قوي زي بتاعة القرص، ومش ناشفة. بفردها شوية كده هنا على المفرش او على الرخامة اللي انا هشتغل عليها، وهغطيها كده بكيس كده عشان خاطر ما تنشفش. مش هنخمرها، انا هسيبها بس 10 دقايق ترتاح، يعني على ما اغسل ايديا كده واحضر السمسم هنشتغل فيها على طول. العجينة البقسماط مش بنخمرها دلوقتي في المرحلة دي، بنخمرها امتى؟ في الصواني. دلوقتي بس بترتاح كده من العجين 10 دقايق. هنا جبت شوية السمسم اللي انا جايباهم، وحطيت عليهم كده معلقتين من المية، وهبدأ اغلفهم كده بالمية. الخطوة دي بتخلي ان السمسم يلزق معايا حلو في صبع البقسماط. بعد كده هنيجي بقى نشكل البقسماط. سهل جدا، ما فيهوش حاجة صعبة. بالسكينة زي كده، او لو عندك قطاعة من اللي هي البلاستيك دي هتكون احسن كمان من السكينة. هبدأ كده اقطع كده جزء زي ما شفتوا كده بالسكينة، وهبدأ افرد صبع البقسماط. وطبعا الطول زي ما انتي عايزة، هتطولي عن كده هتقصري زي ما انتي عايزة. وبعدين بروح ابرمه كده كويس قوي. بس اهم حاجة وانت بتبرميه تظبطي ايدك، يعني خلي ايدك كده ميزان، يعني زي ما بنقوله ما تكونش فيه حتة تخينة ولا حتة رفيعة. حاولي كده بقدر الامكان تخلي الصبع البقسماط كله مستوى واحد، عشان في التسوية يستوي معاكي حلو وينشف ويقرمش كده، ما تبقاش حتة تخينة تلاقيها طرية، والحتة الرفيعة تلاقيها اتحمرت معاكي بسرعة في الفرن. فبقدر الامكان
تظبطي ايدك في طول البقسماط، حاولي خليه كده مقاس واحد، وانت بتبرميه برضو يكون كل الصبع مستوى واحد. طبعا ما تتخنهوش وانت في المرحلة دي، خليه رفيع عشان طبعا هو لسه هيخمر في الصواني، حجمه بيتضاعف وكمان في الفرن، فما يبقاش بقى تخين قوي ويبقى كمان كده طري منك مش حلو. شايفين؟ واخدين بالكم من صبع البقسماط كله مستوى واحد، الاطراف زي النص كده كله يعني مستوى واحد، مفيهوش حته تخينه وحته رفيعه. ده بيديني شكل الصبع البقسماط حلو، وفي التسويه كمان بيريحني في الفرن، هو كله بياخد تسويه واحده. انا هنا المساحه اللي انا شغاله فيها كده بالنظر كده، عارفه ان انا ايه يعني بادئه منين وبنتهي منين، يعني متحكمه في حجم صبع البقسماط بمعنى اصح، عارفه المساحه اللي انا شغاله فيها، فبظبط فبيطلع معايا كده كله نفس الطول. وبروح حطاه على طول كده على السمسم، مجرد ما بحطه كده بيلزق فيه السمسم على طول. شايفين بقى المقاس كله؟ يعني هو مقاس واحد ومستوى واحد كله. طبعا بيتحط في الصواني او في الصيجان مش مدهون خالص، ولا صواني ولا صيجان ألمونيا، اوعي تدهني الصواني بتاعه البقسماط. شكلتهم كده كلهم هنا زي ما انتوا شايفين كده، عمل معايا كده 4 صواني. لو هتحطيه في صيجان كبيرة ممكن ياخد معاكي صاجين او صاج كبير وصينية صغيرة. وهسيبهم بقى يخمروا، هسيبهم مش اقل من ساعة، هغطيهم واحطهم في مكان دافي وهسيبهم يخمروا، هياخدوا بقى مرحلة التخمير بتاعتهم هنا في الصواني كده. في الوقت ده بقى كنت ولعت الفرن يسخن قوي، لازم البقسماط يدخل على فرن سخن، وبعد ما يسخن بتروحي توطي الفرن. هنوطي النار وندخل الصينية على الشبكة في النص ونهدي النار. خدوا بالكم من طريقة التسوية، مش هنولع الشواية خالص، بياخد حوالي نص ساعة كده في الفرن، من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد ما بياخد نص ساعة كده وتلاقيه، شايفين صوت القرمشة؟ سامعين؟ بعد ما بياخد كده الاقيه يعني حجمه كده اتضاعف واخد لون كده من تحت واتحرك كده معايا في الصينية، بروح مولعة الشواية في نص التسوية ومهدياها كمان موطية، وكل دقيقتين 3 الف الصينية، كل دقيقتين 3 الف الصينية. شايفين البقسماط من جوه عامل ازاي؟ بجد يعني مفيش اجمل من كده، هش جدا ومقرمش وطعمه حلو قوي، وريحته هو بيتخبز كانت جميلة جدا. طريقة تشكيله سهلة مش صعب، بس اهم حاجة باكد عليها هي طريقة التسوية، لان انت ممكن تمشي بالخطوات تمام وتعملي كل حاجة صح، وتيجي ما تظبطهوش في الفرن في التسوية فيبوظ منك او يطلع مش مظبوط معاكي. فطريقة التسوية عليها عامل كبير جدا. هقول تاني، هنولع الفرن نسخنها كويس قوي، بعد كده هنهدي النار من تحت، هنحط الصينية على الرف اللي في النص على الشبكة، مش هنولع الشواية غير في نص التسوية، لما نلاقيه خلاص ان هو بدأ كده استوى واخد لون كده من تحت، بس من فوق لسه ابيض شوية. هنولع الشواية ونوطيها، ما نسيبهاش عالية، وهفضل كل دقيقتين 3 كده الف الصينية او الصاج عشان ياخد معايا اللون الموحد الحلو. شايفين بقى الكمية دي نص الكمية، لسه دي من صينيتين، لسه كان في صينيتين تاني في الفرن، بس الافضل لو عندك صيجان كبيرة حطي فيها عشان يعني يستوي مرة واحدة في الفرن، ما تفضليش يعني واقفة كتير بصينية صينية من الصغيرين. وامشي على الخطوات دي هيطلع معاكي انجح بقسماط بجد، واوفر بكتير، وطعمه حلو قوي ومقرمش، والنتيجة دي مضمونة 100%. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعليق حلو من تعليقاتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.